عمرك سألت نفسك ليه الخشوع في صلاة التراويح في وسط الناس أسهل بكتير من وأنت بتصلي لوحدك في أوضتك؟ وليه لما بتشوف حد بيبكي من الخشوع قلبك بيلين وبتحس إنك عايز تبكي معاه؟ يا مساء الطمر، الموضوع مش مجرد جو روحاني وبس، ده علم وله أصول. جوه نسيج مخنا فيه خلايا عجيبة اسمها الخلايا المحاكية. تعالوا نفصصها سوا. الخلايا دي شغالة في مخك زي اللايت، الواي فاي. لما بتشوف حد بيعمل حاجة بصدق ويقين وبيبقي بخضوع لله، الخلايا دي بتعمل نسخة طبق الأصل من نفس الحالة جوه مخك انت كمان. يعني مخك بيبدأ يحس بنفس مشاعر الشخص اللي قدامك، وكأنك انت اللي بتمر بالتجربة. وده اللي بنسميه في علم النفس التسهيل الجماعي. وجودك وسط مجموع بيصلي بيرفع كفاءة جهازك العصبي وبيقلل مقاومة الكسل عندك تماما. انت بتستمد طاقتك من اللي حواليك من غير ما تحس. وهو ده التفسير العلمي الدقيق للي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه المرء على دين خليله. دي مش مجرد نصيحة اجتماعية، ده قانون فيزياء عصبية. انت بتتشكل وبتتطبع بمشاعر وافعال اللي حواليك اوتوماتيكيا. خليني ابسطها لك وخد مني تمرة النهارده. ما تصليش لوحدك وتصارع كسل مخك. ارمي نفسك وسط الصالحين والخاشعين وسيب مخك يلقط الاشاره منهم. الخشوع بيعدي والهمه بتعدي، فاختار الواي فاي اللي هيشبك عليه قلبك. ودي كانت تمرة النهارده، وكل يوم تمرة تغير الفكرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وقول لي في الكومنتات انت جربت النهارده تشبك قلبك على واي فاي الخاشعين وحسيت بالعدوى الإيمانية؟